في الماضي أنا صنعت شوية آلات طيران مختلفة زي مركبة سبيس إكس ستارشيب بتحكم عن بعد. لحد طيارة بدون طيار بتتحكم فيها بعجلات رد الفعل. ولسه قريب عملت طيارة بدون طيار بتتحكم فيها بدفع الغاز. بس في اقتراح دايما بيجيلي، وهو لو حطيت البطارية تحت في الطيارة بدون طيار عشان يبقى مركز الكتلة أوطى، الطيارة هتكون أكتر ثبات زي البنادول. بس هو ده فعلا بينفع؟ عشان نختبر إذا كان وجود مركز كتلة منخفض في الطيارة بدون طيار فعلا بيزود ثباتها بتأثير شبه البندول، لازم نشيل أي شكل تاني من أشكال الثبات. فهنا عندي طيارة بدون طيار متثبتة في عصاية، أو عصاية متثبتة في طيارة بدون طيار، وحاطط بطاريتين بعيدين لتحت على العصاية، فبقى عندها مركز كتلة منخفض جدا. دلوقتي الطيارة نفسها ما فيهاش أي نوع من أنواع الثبات زي الجيروسكوبات أو مقاييس التسارع، هي بس تنتج قوة دفع وخلاص. فده المفروض يشيل كل حاجة إلا دي، تأثير البندول. دلوقتي أقدر أتحكم في دواسة البنزين والموتور، بس ما عنديش تحكم في الاتجاه، فخلينا نركبه على الحامل ده ونشوف إذا كان فعلا حيشتغل ولا لا. دلوقتي أنا بركب ده بزاوية بسيطة، وده غالبا أفضل سيناريو عشان نشوف إذا كان فعلا هيتعدل ويبقى متوازن ولا لا. يلا نرجع ورا ونجربه. تمام، اختبار بندول درون رقم 1. خبط في السياج. اختبار بندول الدرون رقم 2. دي كانت خبطة جامدة. تمام، الدرون باين عليه صامد كويس جدا. هشغل الاختبار كذا مرة كمان لحد ما نقدر نوصل لاستنتاج واضح، أو الدرون يتكسر طبعا. بس مش باين إن في تأثير بنادول كبير لحد دلوقتي. فأظن إني وصلت لاستنتاج مبدئي من الرحلات التجريبية دي. اللي هعمله دلوقتي إني هبص على لقطات التصوير البطيء جدا، وبعدين نقدر نحلل اللي بيحصل. فده فيديو تصوير بطيء جدا للطائرة الدرون وهي بتطير، ويبان إنها محافظة على زاوية ثابتة. في الحقيقة نقدر نرسم صورة للطائرة الدرون في نقاط مختلفة أثناء الطيران، ونشوف إنهم كلهم باينين متوازيين. ودلوقتي ده جزء صغير جدا من الرحلة، فممكن يكون ما كانش عندها وقت إنها تتحرك للوضع الرأسي. ولو كنت كملت تصوير ممكن في الآخر كانت هتتعدل وتبقى في وضع أفقي. فده مشهد تاني للطائرة الدرون وهي متعلقة كأنها بنادول، عشان يديك فكرة عن مقياس الزمن. واضح إن الدرون كان المفروض يتعدل نفسها قبل ما تخرج من الكادر لو كان فيه تأثير البندول فعلا. بس ليه كده؟ تعالوا نشوف البندول بيشتغل إزاي. البندول بيشتغل عن طريق وجود كتلة معلقة تحت نقطة ارتكاز، ولما الكتلة بتتحرك على الجنب بترجع تتأرجح لحد المركز. دلوقتي نقطة الارتكاز دايما في مكان ثابت، ولما الكتلة بتتحرك على الجنب خط تأثير الجاذبية بيبقى مزاح عن نقطة الارتكاز. ده بيخلق عزم دوران بيخلي البندول يلف لحد ما الكتلة ترجع تحت نقطة الارتكاز. يعني علشان الدرون يتأرجح زي البندول لازم جذب الجاذبية يكون بعيد عن نقطة الارتكاز. ودلوقتي بما إن الجاذبية مش بتختار تشد من نقطة عشوائية في الجسم، بنقول إنها بتأثر عند مركز الكتلة، وده نفس المكان اللي الجسم بيتوازن عنده. بس فين نقطة الارتكاز؟ لما ترمي جسم في الهواء وتديله لفة هتلاحظ إنه بيدور حوالين مركزه، وده منطقي لو عمرك رميت فريسبي. لو زودنا كتلة على ناحية واحدة من الجسم مركز الكتلة هيتحرك للناحية دي. بس إيه اللي هيحصل لما الجسم ده يتحادف في الهواء؟ يبدو إنه بيلف حوالين مركز الكتلة الجديد، وده المكان اللي بيجي منه أكبر سوء فهم عن ثبات الدرون. يبدو منطقي إننا نفترض إن الدرون بيدور حوالين نقطة الدفع بتاعته،
والكتلة بتقع زي البنادول. بس في الحقيقة نقطة الارتكاز ومركز الكتلة في نفس المكان، علشان كده مفيش عزم بينتج ومفيش دوران. لو حاولت تطير درون بمركز كتلة منخفض جدا، كل اللي هيحصل إن القصور الذاتي الدوراني للدرون هيزيد، وده معناه إن وحدة التحكم في الطيران هتضطر تشتغل أكتر علشان تسيطر عليه، وغالبا الدرون هيقع. ليه المراوح مش بتتصرف زي نقطة الارتكاز في البندول؟ أسهل تتخيل، ده لو عرضنا الدفع كقوة ثابتة بتأثر على الدرون. لما الدرون يميل، خط الدفع كمان بيميل. عشان كده مفيش عزم تصحيح، والدفع بس بيخليها تتحرك على جنب. لو قارنا ده ببنادول مائل وورينا نقطة الارتكاز كقوة بتأثر لفوق على طول، هتلاقي إن ده مش ممكن يتحقق بالمراوح وهي راكبة بالطريقة دي. وكمان لو ورينا القوة الناتجة عن الجاذبية اللي بتأثر على الدرون والبنادول، هتلاقي إن القوة اللي بتأثر على الدرون متوازنة حوالين نقطة الارتكاز، عشان كده مفيش دوران. لكن البنادول فيه عدم توازن وعايز يلف. وأنا بصمم درون أو أي آلة طايرة بحب أتخيلهم كأنهم في حالة انعدام جاذبية. ده بيخليك تتجاهل أي تأثيرات للبندول وتركز فعلاً على القوة اللي بتتولد حوالين نقطة الارتكاز أو مركز الكتلة. ففي الجزء الجاي من الفيديو هعدي بسرعة على كل مشاريع الآلات الطايرة اللي عملتها قبل كده، وإن شاء الله هشرح نظرية التحكم وراها. يلا نبدأ بالصاروخ اللي بيستخدم مروحة كهربائية داخل مجرى، اللي اتصممت علشان تحاكي التحكم في صاروخ فالكون 9 بتاع سبيس اكس. هي في الأساس أنبوبة كبيرة بتستخدم توجيه الدفع من تحت علشان التحكم. بس فين هو مركز الكتلة المثالي؟ لو اعتبرنا الدفع كقوة بتأثر في أسفل الأنبوبة ووجهنا اتجاه الدفع لجنب واحد، هنلاحظ أن نقل الكتلة لفوق بيخلي خط الدفع يبقى بعيد عن مركز الكتلة بمسافة كبيرة، وده بيدينا عزم تحكم أكبر. لو مركز الكتلة كان في الأسفل، توجيه الدفع مش هيبقى ليه لازمة، لأن مفيش فرق بين اتجاه الدفع ومركز الكتلة. فعشان كده وجود توجيه الدفع بعيد عن مركز الكتلة هو اللي بيخلي الأنبوبة دي تقدر تحافظ على تحويم ثابت ومتحكم فيه. لحد ما الموتور يتحرق. المثال اللي جاي هو نموذج تشينوك بيتحكم فيه بالراديو. ده ما بيطيرش زي تشينوك الحقيقي خالص، لكن بدل كده عنده مراوح بتتحكم في اتجاه الدفع فوق المركبة. في الأساس هو العكس تماماً من المثال اللي فات، فده وهو بيطير من غير جسم التشينوك. المواتير بتقدر تلف حوالين النقطة دي علشان توجه الدفع وتتحكم في الطيارة. طيب فين هيكون مركز الكتلة المثالي؟ فعلاً هتكون صح لو قلت إننا نخفض مركز الكتلة، لأن ده هيحقق أقصى إزاحة للدفع. ما تتلخبطش مع مغالطة البندول. وآخر مثال هو درون اللي بنيته مؤخراً وبيشتغل بدافع غاز. عشان الدرون ده الدفع بتاعه ثابت في النص، خط الدفع دايماً بيعدي من مركز الكتلة، وده معناه إنه مش بيعمل عزم دوران ولا بيخلي الدرون يلف. وعشان كده اخترت أركب البطارية فوق، لأنها كانت المكان الوحيد المناسب لتركيبها. ولو كنت ركبتها تحت ما كانش هيبقى فيه أي فرق في الثبات، لأنها برضو هتكون في نفس خط الدفع. ده كان هيخلي نقطة الارتكاز تتحرك لتحت شوية بس. عشان كده الطريقة الوحيدة للتحكم في المركبة دي هي استخدام نفاثات الضغط العالي اللي في الدراعين، عشان تعمل قوة بعيدة عن مركز الكتلة وتخلي المركبة تلف. فأنا أتمنى إن الفيديو ده يكون وضح شوية مفاهيم غلط عن ثبات الدرون، ولو حابب تقرأ أكتر عن الموضوع أنا عملت موقع عليه معلومات أكتر، زي يعني إيه الثبات؟ يعني إيه التحكم؟ وهل الإيروديناميكا ليها دور في مغالطة البندول دي؟ ده كان كل حاجة في الفيديو ده، شكراً جداً على المشاهدة. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك
ولو أنت جديد على القناة وعايز تشوف مشاريع طيران مجنونة تانية، دوس سبسكرايب تحت. شكر كبير جدا لكل الداعمين لي على باتريون على patreon.com اللي خلوا النوع ده من الفيديوهات والمشاريع ممكن يحصل. شكرا مرة تانية على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.